فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة، أول حاجة يؤجر المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ب10 حسنات، يرفع المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10 درجات، يغفر للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 سيئات، سبب في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يكفي الله عز وجل العبد اللي بيصلي على السلام يكفي همك ويغفر ذنبك. تصلي الملائكة على العبد دوت اللي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي تعتبر امتثال لأوامر الله، يبقى أنا بعمل فرض من الله أمرني بيه. تامن حاجة سبب استجابة الدعاء، لو ختمت بيها واستفتحت بيها الدعاء ما بين الاستفتاح والختم مستجاب. تاسع حاجة انك بتنقذ نفسك من صفة البخل. البخيل من ذكرت عنه ولم يصلي عليه، فلما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى انا ما عنديش بخل. سبب من اسباب طرح البركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سبب لتثبيت القدم العبد على الصراط يوم القيامة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التقرب الى الله عز وجل. سبب كمان لنيل مرادك في الدنيا والآخرة. سبب كمان في فتح أبواب الرحمة. سبب دليل صادق على محبة النبي لأنك بتذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كمان سبب لدفع الفقر. خلاص كمان تشريف المسلم انك اصلا ذكرت اسم النبي صلوا عليه، كل ما بتكلم صلوا عليه. تشريف لسانك وان انت بتذكر النبي عليه الصلاة والسلام. سبب لإحياء القلب. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بتقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وتجعلك في منزلة قريبة منه. كل ده حديث اصلا سيدنا مين؟ سيدنا عبد الله عن ابي بن كعب. سيد ابي بن كعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. قلت الثلث؟ قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. قلت الثلثين؟ قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. قال اجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال له ايه بقى؟ اسمعوا، اذا يكفى همك ويغفر ذنبك. بس خلاص، عايز ايه تاني من الدنيا؟ يكفى همك، اي هم عندك ويغفر ذنب. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الصلاه الكامله وسلم عليه سلام الجمال يا رب، اللهم امين. صلاه تبلغنا بها رضاك. طيب، تاسع حاجه اعملها عشان اكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. حديث مين بقى؟ احنا ندعي حديث مين؟ حديث سيدنا عبد الله بن مسعود. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين ابي بكر وعمر، وابن مسعود يصلي ويقرأ في سورة النساء، فانتهى على رأس الآية رقم 100، فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي. فبيصلي واقف النساء بيصلي 100 آية، ماشي هو كده يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اسأل تعطى، اسأل تعطى، اسأل دلوقتي، ادعي دلوقتي. ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد اللي هم سيدنا عبد الله بن مسعود. فلما أصبح غدا إليه مين؟ أبو بكر ليبشره، وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: قلت الله رافقت نبيك محمد في أعلى الجنان الخلد يا رب. فجه سيدنا عمر قالوا له: أبو بكر جه وسأل قبلك. قال: يرحم الله أبا بكر، والله ما سبقنا إلى خير قط إلا رحت الخير إلا سبقني إليه. آخر حاجة وثقوا بيها، ودي الوسيلة رقم 10، أكثروا من الدعاء. أكثروا من الدعاء. يا رب احنا ما شفناش النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ويا رب